لو ناوي ان انت تشتري لابتوب يكون مخصص للبرامج الهندسية او حتى للالعاب او المونتاج او الجرافيك بكل انواعه، فطبعا اختيارك هيكون للاجهزة يا اما الورك ستيشن او الجيمنج. في الاجهزة الورك ستيشن معروف دايما ان الاجهزة 17 انش بتبقى دايما افضل، وده لان بيكون فيها تبريد احسن، تحمل احسن، وكمان الاداء بتاعها بيكون احسن. ولكن العيب دايما الوحيد اللي بيقابلنا في الاجهزة 17 انش هو حجمها الكبير ووزنها تقيل جدا، اللي بيخليه صعب شوية انك تتنقل بالجهاز. لو انت مثلا تتنقل بيه 3 4 مرات في الاسبوع ولا كده بيكون صعب شويه، بالذات لو انت طالب بتروح بيه الجامعه او بتنقل بيه بتروح شركه مثلا ولا كده، الموضوع بيكون صعب. بس كل ده بقى بيختلف في الجهاز اللي معانا في المراجعه المره دي، وهو الاتش بي زد بوك فيوري 17 جي 7. عارف ان الاسم كبير على عكس الجهاز دوت. الجهاز ده يعتبر اخف لابتوب ورك ستيشن 17 انش تقدر تشتريه في الوقت الحالي، وفي المراجعه دي هنتكلم عن كل المميزات والعيوب اللي تخص الجهاز دوت. فمن غير اي مقدمات كتير هنبدا في الفيديو بتاعنا. في البدايه خلونا نذكر مواصفات الجهاز. الجهاز بيجي معانا بمعالج الكور اي 7 10850 اتش. ده معالج بيجي بست انويه 12 مسار، تردد تربو 5.1 جيجا هرتز. وفي معالجات تانية بتنزل في الجهاز دوت زي كور اي 9 ونسخ الزيون، بس النسخه اللي معايا حاليا واللي يعتبر هتلاقيها متوفره دايما في مصر هي نسخه الكور اي 7 الجيل العاشر. بالنسبه لكارت الشاشه فاحنا عندنا كده كارت الانتل المدمج ده موجود، وعندنا بعد كده الكارت الخارجي اللي هو الانفيديا ار تي اكس 3000 اللي بيجي بمساحه 6 جيجا برامات جي دي دي ار 6 1. شوف الاداء بتاعه قدام، ولو ان سبق وشفنا الاداء بتاعه في اجهزه تانية كانت اقل شويه في المعالج، بس هنجرب المره دي اداؤه في المعالج الاعلى اللي هو الجيل العاشر. بالنسبه للهاردوير رامات فالجهاز جاي لي هنا ب اس اس دي 512 ام دوت 2 مع رامات 32 جيجا، وده يعتبر الستاندر اللي هتلاقي بيه الجهاز دايما بيتباع بيه. وزي ما قلت قبل كده تقدر دايما انك تغير مساحات الهاردات ومساحات الرامات في الجهاز دوت، وهتكلم قدام عن قابليه التطوير بتاعتهم. بالنسبه للشاشه بتاعت الجهاز فالجهاز هنا بيجي بشاشه 17.3 انش. البانل بتاعها اي بي اس دقه فول اتش دي، وبتيجي بتغطيه الوان 72% من الان تي اس سي، واللي يعتبر تغطيه الالوان المعتاده في الجي 6 والجي 5 وحتى في الجي 3 كان كلهم بيجوا بنفس تغطيه الالوان. ولو ان البانل هنا احسن شويه في الالوان من الجي 5، يعتبر مماثل شويه للالوان بتاعه الجي 6، بس الاضاءه بتاعه الجهاز هنا تعتبر بتتفوق شويه على امثله الجهاز ده من الدل واللينوفو. تعتبر شاشه الاتش بي هي الشاشه الاعلى من حيث الاضاءه في الجيل بتاعها. بعد بقى ما ذكرنا مواصفات الجهاز خلونا نتكلم عن جزء من الخصائص بتاعه الجهاز ده، سواء كان الحاجات اللي بتميزه او بتعيبه. نتكلم اول حاجه عن البطاريه بتاعه الجهاز هنا. الجهاز هنا بيجي ببطاريه 93 واط اور، واللي يعتبر معتاد في اجهزه اتش بي اللي فاتت كلها من حيث حجم البطاريه. ولكن اللي بيميز البطاريه دي انها المره دي جايه 8 سل مش 6 سل. الاجهزه اللي فاتت كلها حتى جي 6 وجي 5 والكلام ده كلهم كانوا بيجوا ببطاريات 6 سل. ان البطاريه تجي لك بنفس الحجم بس تتقسم لك على عدد خلايا اكتر، ده بيدي مساحه اكتر. رقم واحد لعمر بطاريه افتراضي اطول، ان البطاريه تعيش معاك لعمر اطول. تاني حاجه بيحافظ على استهلاك الخلايا، ان يجي لك خليتين بحجم معين بيكون الاستهلاك بتاعهم افضل بكتير من ان يجي لك خليه واحده بنفس الحجم. فان يقسم لك البطاريه المره دي، وده يعتبر اول جهاز ورك ستيشن اجربه بينزل ب8 خلايا مش 6. اجهزه الدل اللي فاتت بالكامل اللي عملت لها مراجعه كلها بتكون 6 خلايا. اجهزه الاتش بي اللي فاتت كل العقارات اللي عملت لها مراجعه جي 6 وجي 5 والكلام ده كلهم 6 خلايا. فده يعتبر اول جهاز قدامي بجربه بينازل ب8 خلايا، واللي زي ما قلت هتفيدك في حاجتين. رقم واحد استهلاك طاقه احسن للخلايا، رقم اتنين بتحافظ على البطاريه وتزود لك في العمر الافتراضي بتاعها. وبالنسبه للشاحن فالشاحن يعتبر هو نفس ال 200 ل 240 واط اللي بتاخده مع الجهاز. والوقت اللي بتقعده معاك البطاريه هنا فالبطاريه هتقعد معاك متوسط الاربع ساعات ونص لحد 5 ساعات على فيلم. طبعا زي ما قلت قبل كده نسبه وقت البطاريه اللي بتقعدها لان ده جهاز مستعمل فهتختلف على حسب القطعه اللي انت هتجيبها. في ممكن تجيب قطعه تكون الهيلث بتاعها قليل تقعد معاك 3 ساعات بس، قطعه ثانيه الهيلث بتاعها اعلى من اللي عندي فتقعد معاك وقت اطول. فعشان ده جهاز مستعمل الوقت اللي انا بذكره بيكون متوسط الوقت اللي البطاريه المفروض بتقعده معاك. ندخل بعد كده على قابليه التطوير بتاعت الجهاز هنا. الجهاز هنا تقدر تركب فيه لحد 3 هاردات ام دوت 2 معاهم هارد ساتا. فانت هنا معاك بطاريه كبيره، هارد ساتا، 3 هاردات ام دوت 2 ومعاهم كمان رامات تقدر تركب لحد 128 جيجا رامات نون اي سي سي، يعني رامات مش اي سي سي، او تقدر تركب لحد 64 جيجا اي سي سي ميموري. الاي سي سي ميموري انا سبق وشرحتها قبل كده، بس كده مش هتلاقي منها زي ما قلت قبل كده في مصر. والرامات اللي تقدر تركبها بيكون لحد 128 جيجا، واللي كده ما بنصحش حد يزود فوق ال 32 جيجا الا لما تجرب وتلاقي ان انت محتاج اكتر ابقى ساعتها زود، لكن خليك دايما اقصاها ال 32 جيجا. نتكلم بعد كده عن المداخل والمخارج بتاعه الجهاز. اول حاجه بيجي لك من الجنب الشمال عندك 3 يو اس بي 3.1 جين 1، وعندك الهيدفون جاك، وعندك المدخل بتاع اللان. وبالنسبه للجنب اليمين فانت عندك مدخل الشاحن 2 يو اس بي تايب سي اللي هم ثاندر بولت 3، عندك بعد كده ميني ديسبلاي بورت، وعندك واحد اتش دي ام اي. ندخل بعد كده بقى على اهم وافضل نقطه بيتميز فيها الجهاز ده فعلا عن اي جهاز تاني ورك
ورك ستيشن 17 انش ايا كان الموديل بتاعه ايه. اللي بيميز الجهاز ده عن اي جهاز تاني وهو الوزن والحجم والديزاين بتاعه. اول حاجه بالنسبه للديزاين، فاحنا عندنا الديزاين المره دي مختلف تماما عن ديزاين الجي 6 والجي 5. الديزاين المره دي عندنا انت عندك البيزلز او الحواف بتاعه الشاشه من الجنب اليمين والشمال صغرت جدا جدا عن الاول، وده هتلاحظه كمان في حجم الجهاز اللي صغر وبقى اصغر شويه عن حجم الجي 5. بل ده الجهاز كمان عندنا هنا من كتر ما حجمه هنا صغير، انت عندك الجهاز وهو مقفول السمك بتاعه او التخن بتاعه هو نفس السمك بالظبط بتاع الجزء التحتاني لوحده في الجي 6. يعني جي 6 النص التحتاني بحجم الجهاز ده كله، فما بالك بقى ان لسه كمان في نص فوقاني. انت عندك بعد كده وزن الجهاز هنا هو 2.76 كيلو جرام، ده اخف لابتوب ورك ستيشن 17 انش نزل لحد دلوقتي. مفيش لابتوب تاني 17 انش هيدي لك الوزن ده. انت عندك الجي 6 اللي كان قبل ده على طول بسنه الوزن بتاعه 3.5 كيلو جرام، يعني اتقل من ده بحوالي كيلو الا ربع كامل. فوزن الجهاز هنا يعتبر هو نفس وزن الاجهزه ال 15 انش اللي كانت بتنزل قبل. يعني انت دلوقتي بقيت تقدر تشتري جهاز 17 انش بنفس وزن اجهزه ال 15 انش اللي كانت في السنين اللي فاتت. جهاز زي زد بوك ال 15 جي 6 يعتبر نفس وزن ال 17 جي 7. انت متخيل معايا حجم التطور في الوزن والديزاين والحجم اللي احنا وصلنا له في الجيل العاشر؟ طبعا لسه الجيل 11 وال 12 والكلام ده هجيبهم باذن الله وهجربهم، ولسه هنشوف الاحجام بتاعتهم عامله ازاي ونقارنهم بالجهاز دوت. بس حتى الان الجيل العاشر والجي 7 اللي معانا هنا هو يعتبر اخف فعليا حجم ووزن هتاخده في جهاز 17 بوصه. طب يعني احنا طول عمرنا بنقول ان ميزه الاجهزه 17 بوصه بيكون ان دايره التبريد بتاعتها كبيره، فبالتالي الحراره بتاعتها بتكون اهدى شويه عن اجهزه ال 15 بوصه. وصدقني انا افتكرت زيك بالظبط ان الجهاز ده طالما حجمه صغير ووزنه اقل يبقى اكيد دايره التبريد اصغر واكيد الحراره بتاعته هتبقى اعلى عن الفيرجنات اللي فاتت. بس لما جيت جربت الجهاز ده لقيت ان حراره المعالج تحت اقصى ضغط ما بتعديش ال 70 ل 76 درجه، ما زادتش عن ال 76، ودي تعتبر حراره مثاليه ان انت في الشتاء 76 درجه، في الصيف بيزيد مثلا 7 او 8 درجات يعني هتبقى حوالي 83. وصدقني لما اقول لك ان 83 بالنسبه لحراره معالج في الصيف تعتبر حراره مثاليه مش هتلاقيها في اي جهاز تاني. حراره كارت الشاشه هنا كانت حوالي 70 درجه في الشتاء، يعني في الصيف هتبقى حوالي ال 78 درجه، واللي برضه لا تزال حراره كويسه جدا، كويسه زيها زي بقيه الاجهزه اللي قبله. انما حراره المعالج اللي في الجهاز ده فعليا هي تعتبر اقل حراره معالج في جهاز انا جربه لحد دلوقتي. حراره المعالج دايما بتكون من اول ال 85 لل 90، وفي معالجات تانية بتبقى من اول ال 90 لحد ال 95 او ال 100 درجه كمان. فانك تيجي تجرب جهاز تلاقي جهاز وزنه اخف حجمه اصغر وحرارته اقل بحوالي 7 او 8 درجات عن الاجهزه اللي قبله، يبقى انت هنا فعليا واخد جهاز ملوش مثيل في الفئه السعريه بتاعته او في الجيل بتاعه. طب بعد ما اتكلمنا بقى على الحراره بتاعته ودايره التبريد والكلام دوت، خلونا نشوف الاداء بتاعه فعلي عامل ازاي، سواء كان على الالعاب بتعتمد على كارت الشاشه زي فار كراي 6 او جود اوف وور، او العاب بتعتمد على معالج وبتضغط عليه، العاب زي توتال وور 3 كينجدمز اللي هتلاقيها برضه في تجارب الالعاب، وهتلاقي بعد كده تجربه لبلندر عشان لو انت مش جايب الالعاب وجايب البرامج الهندسيه. الناس اللي دايما بتطلب مني ان اجرب برامج مش بس العاب، بدات اجرب اهو برامج. لو في برامج تانية عايزين ان انا اجربها ابعتوا لي الاسماء بتاعت البرامج اللي انتوا عايزينها واجربها لكم باذن الله على الاجهزه اللي عندي، وانزل باذن الله فيديوهات ليها، بحيث ان اللي عايز يشتري الجهاز مش بس الالعاب ويشتري لي البرامج يبقى عارف الاداء بتاعه برضه في البرامج عامل ازاي. اسيبك بقى مع تجارب الاداء وارجع لك بعدها عشان اقول لك السعر بتاع الجهاز والتقييم النهائي ليه.
بعد بقى ما شفنا اداء الجهاز سواء في الالعاب او في البرامج الهندسيه، خلونا نتكلم بعد كده على السعر والتقييم النهائي ليه. اول حاجه بالنسبه للسعر، فالجهاز هنا بيجي معانا بمتوسط سعر 34500 جنيه او اللي هو حوالي 690 دولار تقريبا. طب يا علي بالنسبه لسعر الجهاز ده وتقييمك ليه عباره عن ايه؟ اول حاجه بالنسبه لسعر الجهاز دوت، فانت تقدر بنفس السعر تجيب نسخه الجي 6 بس النسخه الكور اي 9 بنفس بقيه المواصفات، هي بنفس الهارد والرامات ونفس كارت الشاشه. الفرق الوحيد ان دوت كور اي 7 جيل 10، انما الجي 6 اللي في الفئه السعريه دي بيكون كور اي 9 جيل 9. طب يا علي انهي اعلى؟ الكور اي 9 زي ما ذكرت قبل كده الجيل التاسع اعلى بفرق بسيط عن الكور اي 7 الجيل العاشر. يعني يا علي انت كده بترشح لي ان اجيب الجي 6 بدل ما اجيب الجي 7؟ هتجيب الجي 6 في حاله واحده انك مش هتتنقل باللاب خالص، لكن لو انت هتتنقل باللاب ولو حاجه بسيطه ساعتها فرق الاداء الاي 9 الجيل التاسع والاي 7 الجيل العاشر زي ما قلت مش كبير، انما فرق الوزن هيفرق معاك جدا لو انت ناوي تتنقل بالجهاز حتى لو كان مرتين او ثلاثه في الاسبوع. فصدقني 750 جرام هو فرق وزن ضخم جدا يخليك تستاهل انك تجيب الجهاز دوت. وعارف الناس هتقول لي طب فرق الاداء ملحوظ ولا مش ملحوظ؟ فرق الاداء ما بين الاي 9 التاسع والاي 7 العاشر يعتبر حوالي 3 ل 5% فرق في الاداء، ويعتبر فرق في الحاجات اللي بتعتمد على المعالج زي برامج المونتاج او برمجه، لكن في البرامج الهندسيه او في الالعاب مش هتلاحظ الفرق ده ما بينهم اصلا. فلو انت استخدام مونتاج او برمجه ومش تتحرك بالجهاز خليك في الجي 6 نسخه الكور اي 9. لو انت هتتنقل بالجهاز او استخدامك العاب وبرامج الهندسيه خليك في الجي 7. كده بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان نسبه الاشتراك في القناه قلت الفتره اللي فاتت جدا، حوالي 10% بس من اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي بيشتركوا في القناه. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتدعمنا عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو دوت عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.